مرحبا بكم. اليوم جيت باش نودكم بماسك يهبل على الاخر. كما نعرفوا مشكلة البشرة من اكثر الامور المقلقة عند البنات. ثم العديد من الطرق للمعالجة نذكر منها الخلطة الطبيعية وخاصة مسك اللبان المعروف. نبدأ باللبان المر اللي فيها برشا فوائد كيف الكولاجين الطبيعي اللي يساعدنا في تجديد الخلايا متاع البشرة ويفتحها. ومن الفوائد الأخرى زاد يقشر الخلايا الميتة ويجددها ويعالج البشرة من الأماكن الغامقة اللي تسببها الشمس خاصة في فصل الصيف، ويعمل على توحيد لون البشرة، يوحد لون البشرة. الحاصل عنده فوائد لا تعد ولا تحصى. زاد غني على التعريف في كمية من البروتين اللي تساعد على تعزيز الكولاجين في البشرة وتحافظ عليها. والنشا معروف عنصر أساسي في الخلطات الطبيعية. وزاد يمتص الزيوت من البشرة الدهنية وينظف الوجه من الوسخ والشوائب وخاصة يبيض الوجه. الورد زاد معروف على الاخر يرطب الوجه ويقلل من النفخ تحت العين ويبيض الوجه وباهي برشا، يعني عنده برشا حاجات باهية على البشرة نتاعنا. انا حبيت نشارك معكم الطريقة نتاعي اللي اول مرة نجربه وساعدني على الاخر معناها بريسك اسبوع واحد نستعمل فيه وباهي على الاخر، ساعدني مش نورمال، فتح لي بشرتي وحاجة باهية حبيت نودكم باهية. حصيل وخذت الكيس هذاك ما ورد، يعني مش ماء طبيعي، ما ورد. سخنته بالكدا، يعني غليته بالكدا وحطيت فيها مغرفة كبيرة مليانة لبان مر، معناه مش لبان ذكر، راهو اللبان العادي المر متاعنا هذاك اللي يبيعوا فيه. خليتهم ليلة كاملة يتنفخ في الماء ومن بعد هيك صفيته بالصفاية ويعني حلتها كما هكاك الكعب، صفيتها على الاخر باش نمنح منها كمية الرطوبة اللي فيه كليكا، ونزيد نغطسه في الخليط السائل هذاك ونعاود نصفيه مرة أخرى، يعني باش نمنح منه أكثر كمية. نضيف عليه مغرفتين متاع قهوة مليانين متاع نشا ونخلط بالكدا، ومن بعد هيك ناخذ الخليط نحطه على النار يغلي. اللي هنا نكون كملت طيبت الكريم متاعي. نجيب الفيشكة هذيك باش نفرغ فيها الكمية متاعي الكل. هيك حاجة نجربتها شخصيا ولقيت فيها نتيجة باهية على الاخر في اسبوع، يعني لاحظت الفرق وقلت علاش من نودكمش بها ومنشاركهاش معكم. ان شاء الله استعملوها مرتين في النهار، يعني في الصباح وفي الليل. ان شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد. الناس الكل باي باي.